يعني خلينا نكون واضحين كده، بطلنا جو ده مصارع نينجا يقدر يشوف اللي وراه ويطلع ابر من بقه ويقتل بوش السفاحين. ايوه، شبه لما جون ويك كده يكون عنده ابن بمرايه من ورا عشان يشوف بيها. جميل جدا. والواد جو ده عنده ابن مفكر ان هو يقدر يتصدى للارواح الشريره دي عشان ابوه نينجا يعني. بالظبط كده، الواد كايل ده واثق جدا في الحاجات اللي ابوه يقدر يعملها. يعني كايل ده لابس قناع فاكر نفسه بطل، وهو في الحقيقه ابوه هو بطل. الحوار ده قديم قوي على فكره. بس قول لي جو هيقدر يخلص تصليح الموتوسيكل بتاعه؟ اصل الحكايه هنا حلوه قوي، الموتوسيكل ده بيمثل حياته، دايما شغل في شغل في شغل. عميق يا عم. شخصيه حصد الارواح دي ايه الشرير بتاعهم صح؟ هو ده اوحش واحد فيهم كلهم، بس جو مش خايف منه. طب والجزء بتاع لما عيلة جو ده كلام مسلم قوي الفلاح النينجا يعني. هو ده اللي خلاه يتغير بقى من جون مزارع الهادي ده لجون نينجا اللي بيتضرب. فاهمك. وبعدين يضرب نفسه بالابره ويتحول لدخان مش كده؟ ده حركه فلاحين النينجا العاديه دي ولا جو تاني ده؟ لا 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 لا، ده مميز، ده دي تقنيه النينجا السريه بتاعته، الدخان الاسود. شايف بيستعملها عشان يهرب من العزومات. بالظبط كده. طب والناس اللي في مكتب الدعايات الفيدرالي دول مايك ويما دول، هم بس واقفين يتفرجوا على الدنيا وهي بتقع كده وخلاص. هو بيحاولوا يفهموا جو ده مين بالظبط، بس هم دايما بيكونوا متاخرين خطوه. بس عجبتني قوي النهايه دي لما جو يولع في ماضيه ويلبس القناع. ده شكله حلو قوي ده. ايوه، ما هو ده رمز لانه بيتولد من جديد من تحت تراب حياته القديمه، بيطلع نينجا كاموي. جميل جدا. بقول لك ايه، دي واحده من اغرب العروض اللي انا سمعتها في حياتي. مزارعين نينجا وتحولات دخان وراجل العيله بقى افراح انتقاميه، يعني فيها كل الحاجات اللي تخليها تنجح.